إخواني أخواتي مستمعينا الأوفياء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما حللتم وارتحلتم عبر أقطار العالم، وأجدد لكم الترحاب في فيديو جديد عبر قناتكم الإخبارية المفضلة كريم ماروك نيوز. مرحبا بكم معنا مجددا. كنتمناكم تدعمونا بالانخراط في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. كنتمناكم تدعمونا باللايكات وكذا البارطاج وتعاليقكم لمجابهة أعداء الوحدة الترابية. فمرحبا بكم معنا مجددا، وشعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك وعاش الملك وعاش المغاربة. اليوم غادي نفجروا فضيحة من العيار الثقيل، فضيحة تورط الدولة الفرنسية وجنرالات والكابرانات ديال جمهورية سيكيبيكي. فضيحة أكبر احتيال على العالم بتنسيق بين المخابرات الفرنسية ومخابرات جمهورية سيكيبيكي، وما يحصل بفرنسا الآن من عمليات الدمار والتخريب والحرق فيما يتعلق بمقتل الطفل نائل. في البداية بغيت نطرح واحد السؤال، شكون هو وزير الداخلية جيرالد موسى دارمانان، وزير الداخلية ديال فرنسا؟ جيرالد موسى دارمانان هو من أصل جزائري ومشى لأمريكا لمحاربة الإسلام والعرب المسلمين بفرنسا، وخصوصا ما أسماه هو بالإسلام السني. وأول شيء قام به هو حل المجلس الإسلامي الفرنسي أو الدولة الإسلامية بفرنسا، وجانا بشي حاجة جديدة واللي سماها بمنتدى محاربة إمارة المؤمنين والدبلوماسية الدينية المغربية. إذا هذا الشيء كلشي اللي كتشوفوا من فوضى وتخريب عارم في فرنسا ما هو إلا تنسيق مخابراتي لضرب الإسلام، وذلك بمساعدة المخابرات ديال جمهورية سيكيبيكي. أول شيء الطفل نائل الله يرحمه ماشي جزائري، وإنما من القبائل، ينتمي لجمهورية القبائل الديمقراطية، وبالضبط من منطقة بجاية. وهذا الشيء كلشي اللي كتشوف فيه ما هو إلا مسرحية فرنسية بتواطؤ كرغولي لتطهير فرنسا من العرب المسلمين بتواطؤ من المخابرات الكرغولية. واللي كانوا كيتسنوه هو ايجاد ضحيه لتمثيل هذه المسرحيه، وللاسف جات في الطفل نائل، واللي كانوا دايرين ليه ترصد مسبق. والدليل هو الفيديوهات اللي تصورت وكيفاش تصورت وشكون اللي صورها اللي كتوثق المقتل ديال الطفل نائل، حيث كان هناك ضبط مسبق وجمع لمعلومات على هذا الطفل، وكان ترصد له حيث قاموا بقتله مع سبق الاصرار والترصد، وكان قتل متعمد. السؤال المطروح، اشنو غادي تربح فرنسا وجمهوريه سيكيبيكي من هذه المسرحيه كلها؟ الجزائر غادي تكسب الرئاسيات بمشروعية فرنسا اللي كتحمي كل رؤساء الكراغلة وكل كابرانات الذل والعار. حيت إلا جينا نشوفوها صحيحة، شكون اللي كيعين الرؤساء ديال جمهورية سيكيبيكي؟ هي فرنسا. وشكون اللي كيحميهم أمام المنتظم الدولي؟ هي فرنسا أيضا. وشكون اللي كيستعمل حق الفيتو لضمان عدم مساءلة الجنرالات على عمليات القتل؟ فهي ماماهم فرنسا. ما تنسوش ان جنرالات سيكيبيكي قاموا بقتل 4 مليون جزائري ولم تتم المساءله ديالهم. الفضل من كيرجع لفرنسا وحق الفيتو اللي كتستعملوا لحمايه الجنرالات. المتظاهرين اللي خرجوا وسلبوا وخربوا وحرقوا وسرقوا كلهم مضبوطين صوره وصوتا. لا، والامور مشات بعاد من هاك. كاينه واحد الحاجه اللي كتسمى ادي ان سينتيتيك. فهاد الادي ان سينتيتيك هو واحد الماده كتخلط بالماء وكترش على جميع المتظاهرين، بدليل انهم لتفرقه المتظاهرين في فرنسا لجؤوا لرشهم بالماء. هاد الادي ان سينتيتيك استعملتها فرنسا وخلطاتها بالماء وفرقات المتظاهرين ورشاتهم بالماء، يعني الماده غادي تلصق فيهم غادي ياخذوها معاهم بلا ما يعيقوا. والاكيد عن طريق ادي ان سينتيتيك غادي يوصلوا لهم في المكان وغيوصلوا حتى للعائلات ديالهم واحد بواحد. واللي غادي يتشاد وغادي يدخلوه للحبس غادي يدخلوه، واللي غيترحل وغيصيفطوه في حاله غادي يرحلوه. إذا المسألة ما بقاتش كما حنا متخيلينها، هي مسألة منسقة مسبقا ومحضرة ومخطط خطير جدا، ومخطط اللي اشتغلوا عليه طويلا للترحيل القانوني للمهاجرين، حيت فرنسا ما عندهاش الحق في الترحيل القسري، لأن فرنسا عندها مشكل، ما عندهاش الحق دير الترحيل القسري للمهاجرين، لأنها أول من صادق على اتفاقية حقوق الإنسان في العالم، وأول من صادق على من حق المهاجرين العيش أينما أرادوا كانت هي فرنسا. شحال من واحد غادي يقول ولاش هادشي كامل؟ ما تنساش انه كاينين الملايين ديال المهاجرين في فرنسا، فصعيب باش تخلص منهم وصعيب باش تفك منهم. واللي خاصكم تعرفوه هو ان فرنسا الان غارقه في مشاكل اقتصاديه ومشاكل ماليه لا تعد ولا تحصى، والمديونيه ديالها وصلت ل 3 مليار ديال الدولار. ولذلك فكرت في الترحيل ديال المهاجرين قانونيا بتنسيق مخابراتي فرنسي كرغولي. بلا ما تقول لي ان جمهوريه سيكيبيكي تمانع هذه الاشياء، لان كل المتظاهرين اللي خرجوا ما فاهمين والو، تالعوا الطعم، خرجوا من انطلاقا من القوميه ديالهم والوطنيه ديالهم والانتقام للطفل نائل والانتقام التاريخي. هادشي كلشي عارفينه. والخطير ان جنرالات سيكيبيكي استغلوا هادشي كلشي لمصالحهم السياسيه ودايرين فيها ما عجبهمش الحال، ولكن الله يجعل كيدهم في نحورهم في القريب العاجل. النار اللي حرقتوا بها الناس الاخرين غادي تحرقوا بها، ونعطيكم من هنا حتى لشهر 10 يا جنرالات سيكيبيكي.
الجزائر قامت بالتعبئة نهار 27 ونهار 29، وهذا الشيء بتوصيات من المخابرات الكونغولية بتنسيق مع السفارة الكونغولية بباريس. وهذا الشيء كان تحت انظار الاداره الفرنسيه اللي هي الراعي الرسمي لبني كرغول، وهي ماماهم اللي كتقول لهم اشنو يديروا واشنو ما يديروش. اذا هذه المسرحيه كلها اللي كتشوفوا فيها ما هو الا تنسيق استخباراتي فرنسي كونغولي، والضوء الخضر ديالو تعطى مسبقا وتحضر ليه مسبقا، ناهيك عن ليلى عبد اللطيف اللي جالسه كتنبأ لينا ودايره فيها منجمه. ولكن الاخت ليست بمنجمه، وانما تتلقى اوامر من جهات عليا تحكم العالم باش تلقي الاخبار وتلقي المخططات على العالم مقابل العاقه والفلوس بيان سور. فمؤخرا توصلت بشيك 150 الف دولار، ومن اللي واجهوها بحقيقه هذا الشيك ما عجبهاش الحال وكانت غادي تنسحب من البرنامج. المهم الاخوان، المغرب راه واقف اليوم الشوكه في الحلق. عاشت الدوله المغربيه، وعاش المغرب، وعاش المغاربه، وعاش الملك، والله الوطن الملك. ودائما اي مسرحيه كيديروها كتنقلب عليهم، حيت دائما ينقلب السحر على الساحر من طبيعه الحال، والله يجعل كيدهم في نحورهم. وهناك تسريبات كتقول غادي تشعل وغادي تشخد ديال بصح في الجزائر في غضون الاسابيع القادمه. خوتي المغاربه، ما تنساوش تدعموا خوكم كريم، اللايكات والتعاليق والمشاركه ديال الفيديو على اوسع نطاق، والانخراط خصوصا بالقناه لانها مازال جديده درناها باش نفضحوا كل المكائد والدسائس التي تحاك ضد بلدنا الشريف وضد المملكه العلويه الشريفه. تحياتي لكم، كان معكم خوكم كريم، كنموت عليكم.